العمرة عبادة عظيمة وعبادة جليلة أمرنا الله جل وعلا بإتمامها فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تلك العبادة العظيمة فقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالعمرة أيها الأكارم لها منزلة عظيمة، بل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. عمرة في رمضان تعدل حجة، فبشرى لكل من سيقوم بالعمرة إن شاء الله في شهر رمضان المقبل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. فالعمرة أيها الكرام لها منزلة عظيمة ومكانة كبيرة، وهي عبادة جليلة، فأحرى بالمؤمن وأولى له وآكد له أن يعتني وأن يحرص على أداء مناسك العمرة أداء مكتملا كما يرضي الله جل وعلا.